كلنا عارفين مين هو شفيق، خريج مدرسة الكذب والنفاق والاستبداد والظلم، وأمواله كلها أموال حرام. نقل السلطة من مبارك وعمر سليمان إلى الجيش لا سند له في الدستور. لا يزيدني كلام البرادعي ولا ينقصني كلام شفيق. يستطيع قضاة مصر أن يحكموا بالعدل في كل وقت وحين. عصام سلطان كان مندوب أمن الدولة في ميدان التحرير لنقل أخبار الإخوان المسلمين لأمن الدولة. ده أحمد شفيق بيقول، حتى أنا استغربت إن أنت متأكد إن أنا يعني إن هذا الكلام، فحبيت أقول يعني إن أنا مش يعني ما بقيش حاجة في المتسابة. سوف أقف له بالمرصاد وهعرفه حجم عصام ده يعني ايه. ادي كان دور عصام سلطان، هو عارف مين اللي كلفه. انا هقول له الاحرف الاولى ح عين في اكتوبر والف عين في القاهره. عظم على عظم يا المستشار مرتضى منصور، واللي كان احد المتهمين في القضيه. سياده المستشار مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ عمرو. مساء الخير، ازيك؟ ايه تعليق حضرتك على الحكم يا فندم؟ عمرو، مفيش حد مات في موقعة الجمل يا استاذ عمرو. عندي الدليل ان مفيش حد مات في موقعة الجمل. قسم وسمعني ما يظاطط بقى. كلمات قليلة موجزة. هذا الينبوع اللي فجر هذا الينبوع، واحد رصيد حسني مبارك عند الناس. مين؟ اثنين. تكلم يا ابن الشعب، ربنا عالم اللي في ضميري. لان حسني مبارك يمكن ما كانش يعرف ده، ان دي رصيد كبير جدا عند شعب مصر، بس الرصيد ده ما طلعش، ما اتفجرش الا لما كان فيه حسوا ان حسني مبارك في خطر. حسني مبارك في خطر يعني مصر في خطر. شكرا، روح لوطة. عصام سلطان اللي باذن الله ليه على حساب كبير جدا، وقال لك انا ما بتكلمش مع قاتل. طب انا ما بقتش قاتل دلوقتي يا عصام، تمام؟ انا ما بقتش قاتل عشان اعرف نقطه كلها. عميل امن الدوله، العميد بتاع امن الدوله في القاهره بيشتغل ويديله اخبار المحامين والثوار في ميدان التحرير. ادي واحد. اثنين، بما يرضي الله، مفيش واحد في الشهود يا استاذ عمرو قال ان مرتضى واحد من 24 انه شافه او سمعه او يعرف، واخد بالك، انه اتفق قتل واحد. في 18 بلاغ يا عصام، وحياة امي لدخلك السجن لانه متهم بقتل الابرياء الثوار يوم 2/2، والفيلم ده خلاص انكشف يا عصام. يلا يا راجل بلا كذب بقى، بوشك ده كذاب كذب الابن. عاوز انا دواك يا عصام، انا دواك. انت قبل كده قلت ما بعملش حوارات ومناظرات، لا واحد منهم مناصر الدماء، طلع انت ايدك في مناصر الدماء. الى كل المصريين الشرفاء اللي موجودين النهارده في ميدان مصطفى محمود، محدش هنا بيقبض، محدش هنا عنيد، والمحامي الصايع اسمه المحامي الصايع. اطلع اسمه عصام سلطان. ده على قده محمد قده، بس عيب يا جماعه ان عمر سليمان يتعين بعد 5 دقايق يقول لك ايه؟ الشعب المصري رافضه. هو انت وحياة امك كنت عملت مقياس للشعب المصري؟ اخدمك 30 سنه، ما ينفعش في الاخر تقول له اطلع بره وروح دلوقتي. العيال اللي بتقول الكلام ده عيال مش مؤدبين مش محترمين، وعمليه محاكوا في مصر في ميدان التحرير. ما هو ده الراجل اللي حرر مصر من اسرائيل، حسني مبارك. الراجل مش هيمشي ومش هيرشح نفسه، لان انا عارف شخصيه حسني مبارك كلها كبرياء ومن كبرياء مصر. يلا ينعل ابو اللي جابك يا ابن الكلب يا واطي. الآل الصيع اللي هناك دول لو ما مشيوش هنروح نطلعهم بالجزم. دول عيال سفلة مش متربيين. أنا بطلب منكم كلكم دلوقتي نطلع كلنا على ميدان التحرير. أنت ما بتجيش ليه؟ مش تبقى تيجي؟ فين؟ أنا ببقى هناك.
المحامي والناشط الدستوري عصام سلطان من القاهرة. سيد عصام، إذن الرئيس حسني مبارك يحمل الحكومة وحدها مسؤولية كل هذه المشاكل. الشعب يريد إسقاط النظام. الرئيس مبارك خيب أمل الجميع. الرئيس مبارك لا زال يغط في نوم عميق. الرئيس مبارك لم يستيقظ بعد. الرئيس مبارك يريد للحالة الراهنة أن تتحول إلى حالة عنف حقيقي فعلا، وأن تتحول إلى تخريب حقيقي فعلا، وأن تتحول إلى تدمير لممتلكات الشعب. الرئيس مبارك هو الذي أطاح بالحريات. الرئيس مبارك هو الذي فتح السجون والمعتقلات. الرئيس مبارك هو الذي نصب المحاكم العسكرية. الرئيس مبارك هو الذي عصف بالأحزاب القائمة. الرئيس مبارك يريد من هذا الشعب ألا يرحب بالقوات المسلحة، وأن تحدث مصادمات، وأن يحدث تخريب، وأن يحدث أكثر مما أشار إليه بهذا الخطاب الذي لم يأتي بجديد. ليته لم يتكلم، ليته لم يظهر، ليته لم يقل هذا الكلام. أتوقع أن غدا سوف تتغير الأمور. ربما يكون هذا هو الكلام الأخير للرئيس مبارك. أستاذ عصام سلطان، اتفضل يا أستاذ عصام. أهلا أستاذة منى. اتفضل، ده أنت شكلك زعلان من الكلمة. هبدأ بس بعلانية الكلمة، واسمحي لي أختلف مع مشاعرك ودموعك العزيزة والغالية جدا علينا. لا مفيش دموع ولا حاجة، اتفضل يا أستاذ عصام. أنا النهاردة مطلوب مني أصدق السيد الرئيس المحترم الموقر، الراجل الكبير اللي محدش أبدا بيمس شخصه ولا كرامته ولا حاجة خالص. مطلوب مني إن أنا أصدقه بعد 30 سنة خداع، وآجي أستنى مجلس الشعب يدخل، المجلس المزور اللي كلنا عارفين إنه مزور، عشان يعدل المادة 76 عشان يطلع لنا إيه إن شاء الله. معانا المحامي عصام سلطان. أهلا بيك يا فندم. اهلا استاذ عمرو، ازيك؟ الان بيان سياده الرئيس للامه، ما رايك؟ انا بس عايزك ترجع شويه ورا ممكن كده يا استاذ عمرو. قول لي رايك الاول يا استاذ عصام. هو ده رايي، انت بتصادر على رايي ولا ايه؟ لا انا ما بصادرش رايك. انت تسمعني. حضرتك بتقول لي ارجع، انا مش فاهم ارجع ازاي. نفس الخطاب اللي قاله في المساء الحميده بالظبط. الراجل مش هيرشح نفسه. ما تقاطعنيش، انا عارف رايك يا عم، انا عارف انك انت هتقطع عليا وهتقاطعني. لا يا فندم عمري ما عملت كده. والله عارف رايك. اضرب كمان، عايز اتوب. سيبني اخلص كلام. اتفضل يا فندم. هذا هو نص خطابه في المساعي الحميده في المنوفيه. استاذ عصام لو سمحت يا استاذه رولا، انت ما هو انا يعني بعد كل 5 كلمات هقعد انبه. لا طب ما تسمعيني اما اخلص، ما هو برضه يسمعني برضه عشان يعرف انا بقول ايه. يا استاذ عصام خلص، اتفضل. الان الرئيس عايز الناس تروح بيتها وينفرد بهؤلاء الشباب من هنا لغايه اخر السنه، فتره انتهاء رئاسته، علشان ينزل لهم محمود وجدي تاني ينفخوهم ويسحلوهم ويعذبوهم. لا مرفوض. هو ده مرفوض كلامي ولا ده اللي كان بيحصل خلال 30 سنه؟ يا فندم الراجل قال انه مش هيرشح نفسه تاني. ما هو كان قال 30 سنه كلام زي ده برضه، وقال في 2005 كده. اول ما جه في 81 قال مش هرشح نفسي. انتوا عايزين الناس تفضل في البلد تقع ويفضل ناس في الشارع. العالم كله يقول 8 مليون طالعين في مصر، وانت جايب النهارده 3 4 10 50 200 واحد. لا لو على حق ربنا بقى كان التحرير يبقى فيه 80 مليون عشان يمثلوا المصريين كلهم. 80 مليون. طب يا استاذ عصام، حضرتك مصر انك تتكلم ومش عايز تسمح لحد انه يتكلم، ازاي؟ انتوا بقالكم 10 ساعات. لا انت اللي بتتكلم. طب ممكن تسمع رايه؟ انا مش عايزه اتكلم، انا عايزه اديله فرصه هو اللي يتكلم يرد عليك. بيقول لك واخد 8 غرز في بقه في التحرير. يا راجل من غير حلفان ما باين على وشك انه ضربك. لازم زي ما هو اتكلم كده وطلع بكل صراحه قال ان هو مش هيرشح نفسه، لازم نحترم ده، مش هنطرده، ما ينفعش. طب الحل الافضل ايه؟ قول لي. الحل انه يمشي، الدستور موجود والنائب رئيس موجود ورئيس وزراء موجود، يعني احنا حياتنا كلها هتشتغل من ساعه ما نصحى لغايه ما ننام عشان واحد، عشان شخص. لا يا استاذ عصام، بس ما الذي يمنع ان يكون هذا الخروج كريما؟ ما الذي يمنع ان يكون هذا الخروج بقدر ما خدم البلد؟ القرع لما استوى قال للخيار قالوا لسه برضه يا سياده الرئيس، يعني انت لسه ما زلت، انا مش فاهم يعني، انا يؤسفني، هل دي شيخوخه؟ هل ده زهايمر؟ هل دي يعني انا مش فاهم، ما زلت 30 سنه مش مكفيينك. انا عايز اشوف وجوه جديده، انا عايز اشوف عمرو موسى، عايز اشوف البرادعي، عايز اشوف حمدين صباحي، عايز اشوف ايمن نور، عبد المنعم ابو الفتوح، ابو العلا ماضي، عايز اشوف الناس دي.
ما هو دول من حقهم يرشحوا نفسهم. اللي واقف في ميدان التحرير اللي عدده على مستوى الجمهوريه 8 مليون قفز القفزه التي كانت مصر من الممكن ان تظل فيها 100 سنه، انه تخطى الاثنين، تخطى الحزب الوطني وتخطى الاخوان. طيب. وبالتالي يجب ان نخرج من مناقشه من الزنقه بتاعه الاخوان. مفيش مشكله في مشكله الاخوان اللي صنعها الدوله واعلامها. مش هيزيدوا عن 15%. طبعا الدوله واعلامها، الدوله واعلامها حضروا هذا الوهم، وتبين في الاخر ان اللي قام بالثوره المليونيه شباب، ما هوش لا اخوان ولا وفد ولا وسط ولا تجمع ولا حاجه خالص. شباب عادي جدا. وخلف الحقيقه قالها برضه رئيس الجمهوريه وقالها نائب رئيس الجمهوريه وبترددها اجهزه الاعلام. يقول لك ايه؟ الشعارات في الاول كانت حاجه. لا ده هتبين ده لا، هذا غير صحيح. لا هذا غير صحيح. لا منذ اليوم الاول. وهدف الشباب واحد. ارحل. لا مش اول يوم. منذ اليوم الاول ما كانش اول يوم. الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام. شعب مصر خلاص اخلاص، شعب مصر خلاص اخلاص. لم العيله وعلى المطار، لم العيله وعلى المطار. هل من اللائق انه يجوز يتقال انه فورا؟ طبعا. انه يرحل الرئيس فورا؟ طبعا. ده من ده كان يجب ان يرحل فورا منذ سنوات. رئيس بحجم مصر تقول له ارحل فورا؟ المصريين طلعوا من هدومهم، لان لا النصوص بتحترم بتاع الدستور طول 30 سنه، ولا القوانين طول 30 سنه، ولا احكام القضاء طول 30 سنه، ولا حاجه بتحترم على الاطلاق. هذه هي سمه العهد التي جاءت بهذه الثوره. خلاص؟ فلما اقول لك فورا اقول لك فورا ونص. الوضع اتغير. اقول لك دليلي؟ اقول لك دليل. مش الرئيس قال الانتخابات هتبقى حره ما فيش فيها تزوير؟ يا سيدي قبل كده حاجه. يا سلام، عايز نصدق واحد بعد 84 سنه. اسمعني بعد نرد على ده. عارف بلدياتنا اللي كانت 16000 فقيه دستوري يدخل اسمه الدكتور ابراهيم درويش. وانا اثق في فتحي سرور انه هيطبق الاحكام، ينفذ الاحكام القضائيه النهائيه. يبقى انت محتاج والثقه في محلها. انا بقول ان الثقه في محلها تماما على مدى 20 سنه فاتت من سنه 90. لا ما هو يا استاذ عصام، يا اما نتكلم كلام يعني محترم يا اما بلاش. ده كلام محترم يا دكتور. وحضرتك لما تقول بتثق في الدكتور فتحي سرور حضرتك بتخالف ما كتبته مسبقا. ده كلام محترم جدا. اطلاقا حضرتك كتبت غير كده تماما. في اللحظات الفاصله اللي من النوع ده لما جينا عند الكلام القانون الدستوري لا ما حد وقفنا حطينا قدامنا عقبه امنيه. خليني طيب يا سيدي تجاوز عقده الامن دي. مش عارف اتجاوز، انا معقد. طيب خلينا ما انت اللي قلت، انا ما اعرفش يا دكتور. انا والله ما اعرف. انت اللي قلت انا ضابط امن سابق. وانا افضل لي ان انا لما اكون ضابط امن سابق وان انا اكون ارهابي سابق. طيب. ورد سجون سابق. اسمعني بس عشان اكمل كلامي. حضرتك بتقول انا عايز اتكلم، يعني واضح ان عندك الاول تعقيبات وبعدين نبدا في الاسئله. تعقيبين كده على السريع. ان في مظاهر اسلمه واضحه لهذه الاحتجاجات. في مظاهر اسلمه واضحه في بعض الاحياء الشعبيه، شفتها بعناية وصورتها بالفيديو. مظاهر الاسلمه لما تتفتح شاشات LCD كبيره في ميدان التحرير تذيع خطبه القرضاوي التحريضيه. فدلوقتي انا قدام نفسيه انتقام. هو عارف انه عبيط والحكومه عارفه انه عبيط. تحليلاتك كلها امنيه يا سيدي وماله هو بلدنا راحت في داهيه بسبب العقليه بتاعتك يا سيدك. لا مين قال لك عقليه امنيه؟ لان العقليه التي تحكمنا اللي انا مصر انها عقليه امنيه على مدى 30 سنه، وضيف عليها بقى فكره العند اللي هو بيقول على نفسه بيفخر بيها بنفسه، يعني ان هو راجل عنيد لغايه لما الدنيا كلها تولع بعد ما وقف 8 مليون في الشارع. بس جبت 8 مليون دي منين؟ طبعا الرقم ده انت راجل بتاع اعلام. لا بس معلش مش معانا عدادات يا استاذ عصام. معانا عدادات. لا مش معانا. لا معانا عدادات. لا معلش كانوا مبسوطين. لا مش معانا. لا معانا عدادات. لا مش معانا. لا امك كانوا مبسوطين. لما كل وكالات الانباء العالميه تقول كده يبقى انا اصدق كده. طيب تتصلح ازاي؟ تتصلح بانه يتنحى. طب وتنحى ماشي. نمره 2 فراغ دستوري. افرض مات يا سيدي. طب نمره 2 بتخوفنا. فراغ دستوري ده ايه؟ ده بيخوفونا. فين الفتنه الطائفيه اللي كانوا بيصدروها لنا زي الفراغ الدستوري كده؟ مش ده فراغ دستوري؟ مش كان من اسبوعين في فتنه طائفيه والمسلمين بياكلوا في المسيحيين؟ غير صحيح على الاطلاق. يعني انت هنكلمك بنفس المنطق. اذا كنت بتقول صبرت 30 سنه مش قادر تصبر 6 شهور؟ بالعكس. ده بما ان صبرت 30 سنه وما عملش حاجه يبقى لا يجوز الصبر 6 دقائق. انت مش شايف ان ده تعنت؟ لا مش تعنت.
الشباب ده قال لك انا مش اقل من شباب اوروبا وشباب امريكا وشباب العالم كله اللي حكم نفسه بنفسه واللي عمل نهضه. بس احنا كرامتنا بتداس، احنا مش لاقيين ناكل، احنا دولة متخلفة، احنا جواز السفر بتاعنا بنخبيه واحنا مسافرين في المطارات. لا احنا صحيح. هذه إهانة تسبب فيها رئيس الدولة